لك ان تتخيل ان الرابع على الثانويه العامه لما سالوه ايه سر ان انت يعني وصلت لدرجه التفوق دي، قال لك السبب شهر رمضان. يعني انا قبل شهر رمضان كنت حاجه، وفي شهر رمضان وبعد شهر رمضان اتحولت، بقيت شخص تاني تماما في المذاكره وفي المراجعه ولم المنهج. ما ينفعش عم امسكه كده في الصوره المصغره، يعني ايه ده؟ طيب ده ما ينفعش ده. يعني طيب انا اعمل ايه؟ هو على قد فلوسي. انت بقى بلزق اي فانوس بقى ولا اي حاجه وخلاص في الصوره، تمام؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم، عاملين ايه يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. ان شاء الله باذن الله النهارده هقول لكم ازاي تستغلوا الشهر ده في المذاكره والعباده والدروس وتوازن بين حياتك كده عموما. فالفيديو مهم جدا ان انت تسمعه، وكمان لو ليك زميل ليك يا ريت تبعته له علشان يستفيد. وما تنساش اللايك الجميل، ولو عندك اي مشكله اكتبها في التعليقات وهرد عليك. وكمان ما تنساش ان احنا على جروب التليجرام بتاع المعسكرات، شغالين معسكرات مع بعضينا، بننزل ملخصات، بنحل مشاكل. عندك اي حاجه هتلاقي جروب التليجرام في اول تعليق مثبت. وكمان ما تنساش اللايك زي ما قلت لك، وما تنساش اخواتنا من الدعاء ان ربنا يفك كربهم ويخرجوا من المحنه دي على خير ان شاء الله. ان ثانويه عامه مش رخصه ان انت تفطر، ان فطرت انت هتبقى فاطر عامد متعمد. ويجي نشوف ايه عقوبه الموضوع ده. فحضرتك ما ينفعش تفطر من دلوقتي، مفيش عذر، مفيش اي حاجه، ما ينفعش تفطر. الحاجه التانيه معانا دروسك، هقول لك تعمل فيها ايه، ما تقلقش يعني. وبمناسبه الدروس خلينا نتكلم فيها بالمره. اولا هيبقى في شخصين، اول شخص ده شخص هيلتزم مع نفسه وشخص حازم، ماليش بقى في ان هو يقعد ياكل كنافه بقى وقطايف والكلام ده ويكسل عن محاضراته. لو انت هتلتزم اونلاين يبقى انا بنصحك تيجي اونلاين عشان توفر جهد وتوفر وقت المذاكره. فهتلتزم، هتبعد عن المسلسلات والكلام الفاضي ده، يبقى تقعد في البيت. طيب مش هلتزم، يبقى ما تقعدش في البيت من الدروس صريحه. طب اعمل ايه؟ اعمل زي العبد الله ما عمل. ما كانش ينفع ان انا اقعد في البيت لان انا ممكن اضيع الوقت ده، وفي نفس الوقت ما كنتش بعرف استغله كويس. فكان لازم انزل دروس علشان يبقى حافز ليا ان انا اكمل. فكنت بعمل ايه او عملت ايه يعني؟ وحاليا برضو في الجامعه هحاول اعمل الموضوع ده، ما اعرفش اعمله ازاي ولكن هحاول. ان انت تلم الدروس اللي وراك في يومين بس، 3 ايام بالكتير. يبقى انت كده 3 ايام او يومين فيهم الدروس بتاعتك. انا كنت بنزل من الساعه 9 لحد بعد الفطار فعليا، اللي انا كنت بفطر في المواصلات. طب قاعد كده ولا واحد راح رامي لك استمر، فاهم؟ وبلحتني والكلام ده. فاللي انا كنت بفطر في المواصلات، فانت بتيجي من الساعه 9 الصبح، يعني اول حصه الساعه 9، فانا كنت بخرج من بيتي اصلا من 8 و7. تمام؟ امسك بقى كده لحد اخر اليوم، لحد بعد الفطار. ده كان نظامي في رمضان، في يومين اللي فيهم الدروس. غير كده انا في البيت. ضيف على كده اصلا ان اليومين دول يتخللهم الصلوات بتاعتك، قراءه القران. كنت ادخل اقعد في المسجد قاعد اقرا القران واصلي. وقت ان انا راجع مثلا درس، فما تخافش في وقت بينهم ان انت تعمل حاجات كتير يعني. تمام؟ فتنظم دروسك لو انت هتروح دروس. النقطه الثانيه نظام المذاكره. انا عايز اذاكر، اعمل ايه يا محمد؟ نظام المذاكره بتاعك لازم تعرف ان هو مش هيخرج بره حاجه من اتنين. يا هتذاكر بعد التراويح يا هتذاكر بعد السحور. تمام؟ طيب انت بترجح ايه او انا بحب ايه؟ انا بحب المذاكره بعد الفجر، اللي هو بعد السحور. ليه؟ لسه واكل، قايم من النوم، واخد دش كويس، فانت قايم فايق مركز، هتبدا في الماده الصعبه او الماده التقيله عندك. يعني التركيز عندك عالي، يعني نسبه الفهم او الاستيعاب عندك عاليه، يعني هتمسك المنهج تفرمه. ضيف على كده ان انت معاك طبعا توفيق ربنا، وافتكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لامتي في بكورها. فانت كده فعليا معاك 6 ساعات. ازاي؟ من الساعه 5، 5 ونص، الساعه 6 لحد الساعه 12 معاك فعليا 6 ساعات صافيين مذاكره. الناس نايمه، الجو رايق، الدنيا هاديه، مش هتسمع غير صوت العصافير بس. تمام؟ فتبقى كده الجو رايق وانت قاعد بتذاكر وتظبط دنيتك. وطبعا تبدا بقى بالماده الصعبه والماده الشديده علشان انت مركز وفي قمه تركيزك، فتقدر ان انت تحصل فيها اكتر ان شاء الله. دي كده اول فتره، ولازم انا بنصحك بيها ولازم تركز فيها، لان دي اهم فتره واحسن فتره في اليوم كله. بعد كده بقى نيجي الفتره الثانيه، وهي في الاهميه اقل شويه، من بعد الظهر لحد العصر. الفتره دي لو حبيت تخلي فيها حصه، حصتين، 3 حصص، على حسب ما تقدر تخلي فيها دروس، ماشي. تمام؟ ده لو انت ايه هتخلي دروسك مثلا، يعني هتذاكر الصبح ودروس بعد الظهر والعصر مثلا، ايه تعمل زي ما هقول لك. تمام؟ فلكن احنا دلوقتي
انا بكلمك ان انت الوقت اللي انت تثبته مذاكره ايا كانت ظروفك، في دروس ما فيش دروس، في اونلاين ما فيش اونلاين، اللي هو من بعد الفجر لحد الظهر. تمام؟ طب من الظهر للعصر عندك محاضره اونلاين، عندك حصه، عندك اي حاجه اسمعها في الوقت ده. فانا كده قدرت استغل الوقت ده في حاجه مهمه، وفي نفس الوقت ما ضيعتش الوقت ولا لعبت ولا اتفرجت على مسلسلات ولا الكلام اللهبل ده. هنيجي بقى للوقت او الفتره الثالثه من اليوم، وهي من بعد العصر لحد المغرب. الفتره دي حضرتك ما تذاكرش فيها، زي ما بقول لك كده ما تفتحش فيها كتاب. الفتره دي بينك وبين نفسك، انت بقى مع نفسك بقى. انا خلاص انا كده ذاكرت، يعني خدت من الاسباب الدنيويه بقى وعملتها. نيجي بقى ايه للحاجه المهمه. ما ينفعش شهر رمضان يعدي مني وانا ما ختمتش القران، ما ينفعش يعدي مني وانا كل يوم ما بسبحش كتير وما بستغفرش كتير، ما بصليش على النبي صلى الله عليه وسلم كتير. فحاجات من كده لازم تعملها. نتجه بقى العباده من بعد العصر لحد المغرب. اجري اقعد في المسجد، قضي اليوم بتاعك، وربنا يبارك لك في مذاكرتك بالحاجات دي ان شاء الله. تمام؟ بعد الفطار طبعا لحد العشاء محدش بيعمل حاجه، احنا بناكل وبنقعد، ما بنقومش الا لما صلاه العشاء يعني اذان العشاء، كله كده. تمام؟ فمش لوحدك، فدلوقتي ما تذاكرش، يعني ضيع الساعه دي عادي. فانت كده مذاكر 6 ساعات، الظهر العصر رحت دروس او استمعت محاضره او حليت، فانت تحسب الوقت ده برده من المذاكره. تمام؟ ولكن خلينا في 6 ساعات مذاكره صافي. ممكن تيجي من التراويح تاخد ساعه واحده بس تحل كده ايه على فيزياء، على كيمياء، على عربي، اللي هي تخليها ساعه حل كده ولا حاجه. فانت كده هيبقى معاك فعليا صافي مذاكره 7 ساعات مذاكره فعليا لو عملت كده. يعني انا كنت بعمل كده. تمام؟ تيجي بقى بعد الساعه دي خلاص لازم تنام، ما ينفعش ما تنامش. تمام؟ ما ينفعش تقعد لحد الساعه 12 تتفرج لي على مسلسل ما اعرفش الفنان مين ولا الفنانه مين ولا الكلام الهبل اللي بيحصل ده. انت مش فاضي. سيب الحاجات علشان تلاقي المقابل ليها ان شاء الله بعد شهر رمضان. فدلوقتي انا هاجي بعد العشاء خلي ساعه مذاكره، وان شاء الله بعد كده انام. تمام؟ يعني انا بعد التراويح، بعد ما صلاه التراويح تمام بنطلع الساعه 9 تقريبا، ممكن تذاكر ساعه، ومن اول الساعه 10 نروح نام، نبدا نعيد يومنا من بعد السحور تاني ان شاء الله. ده الطريق الاول والطريق الافضل. وزي ما قلت لك ان انت بعد المذاكره او لما تيجي تبدا مذاكره ابدا بالماده الشديده، الماده اللي محتاجه منك تركيز، زي مثلا فيزياء، كيمياء عضويه، الحاجات اللي ايه يعني تحس ان هي شديده شويه كده، ابدا بيها، لان انت هتبقى مستوفي من كل حاجه، ذهنك صافي، الناس نايمه، الدنيا رايقه، انا بادئ على طول. تمام؟ نيجي بقى للجزء الثاني او الخريطه الثانيه، وانا ما بنصحكش بيها خالص بصراحه، ولكن لو انت مش هتقدر تلتزم بعد الفجر فعادي، يعني ما قدامكش غير دي، فتوكل على الله فيها. ان انت هتذاكر من بعد التراويح لحد بعد الفجر. تمام؟ وبرضو عشان برضو ابقى صادق معاكم، انا في بعض الايام عملت كده في الكليه بس مش في الثانويه يعني. تمام؟ وللاسف يعني كانت نتائج فعليا لا اتمناها للد اعدائي. والله ان انت من بعد التراويح لحد الفجر قاعد بتذاكر، نتيجه لا اتمناها للد اعدائي فعليا. فسيستم نفسك كده، حابب تذاكر كان بيها بعد التراويح امسك لحد الفجر، هتذاكر 6 ساعات 7 ساعات صافي يا نجم، صافي جدا. وبعد الفجر تمام هتروح تنام لحد الظهر برضو، يبقى نمت لك 7 ساعات صافي او 6 ساعات صافي. هتقوم تشوف دروسك بقى وعباداتك، وكذلك النظام زي ما قلنا. تمام؟ يبقى انت بس الفرق في الطريقه الثانيه ان انت هتبدل نومك من بعد التراويح تخليه بعد الفجر، وبرضو يعني فتره كويسه للنوم، ولكن دي هتبقى عكس الفطره البشريه. وكمان حط في بالك حاجه مهمه جدا، انت المفروض تعود نفسك على الصحيان بدري، لان انت بعد كده هتضطر تقوم الفجر علشان تذاكر، لان عندك امتحان الساعه 9، ما ينفعش تذاكر بالليل تفضل سهران لحد الساعه 1 وعندك امتحان 9 وناس تطبق، هتروح الامتحان هتنام وتسقط، وهيبقى ليلتك ليله زي ما بيقولوا. تمام؟ فمعلش يعني لو الفيديو بتكلم اوقات بسرعه اوقات بالراحه والكلام مش مرتب، ولكن بصراحه الكحه معلقه معايا شديده جدا يعني، وفي المونتاج في حاجات كتير جدا هتقص. يعني الفيديو ممكن يبقى ظاهر قدامك مثلا 10 دقايق 8 دقايق، انا مصوره في 20 دقيقه 15 دقيقه 25 دقيقه مثلا. ده كده كان نظام المذاكره. قول لي هتذاكر بعد التراويح وتنام بعد الفجر او العكس، وده الافضل ان انت تذاكر بعد الفجر وتنام بعد التراويح على طول. تمام؟ هتصلي تراويحك، هتصوم عادي من بعد العصر لحد المغرب، فتره عباده، حفظ القران واذكار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تقدر. تمام؟ اضيف على كده برضو قلت لك من الظهر لحد العصر حابب تسمع محاضره كان بيها، حابب تروح درس كان بيها، حابب تحل، انت حر. تيجي بقى الحاجه المميزه للناس اللي بتقعد لاخر الفيديو يعني، فدي بتبقى الحاجه المميزه بتاعتهم يعني، ده الحاجه المهمه ولب الموضوع. ان شاء الله في شهر رمضان عايزك تكسر من الصدقات على قد ما تقدر، وكل صدقه تخرج تبقى بنيه ان انت عايز تنجح، عايز توصل لكليه معينه، كل والله الحاجات دي بتبقى سبب في ان انت تحقق حلمك وتوصل لحاجات كتير جدا. يعني افتكر قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
فطلع اغلى حاجه عندك وتصدق، والصدقات لها قيمه عظيمه جدا في شهر رمضان، فما تنساش تكسر من الصدقه في شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. حابب اقول لك حاجه اخيره، احنا دلوقتي بنوازن بين المذاكره والعباده. طبعا اهميه العباده كبيره جدا، الشهر ده ما ينفعش يفوت مننا، لان الله اعلم احنا هنعيش للشهر الجاي او الشهر يعني شهر رمضان الجاي ولا لا. تمام، فهنستغل الشهر في العباده كويس على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت احنا بنذاكر بنيه ان ربنا يوفقنا، بنيه ان ده عمل والعمل عباده. فمذاكرتك في حد ذاتها لما تكون تحمل نيه خير، تاكد مليون في الميه ان ده عليها خير وجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. فكره ان انت بتذاكر انت مش بتضيع وقت، لا انت بتتعبد في المذاكره والعلم اللي انت بتحاول تحصل عليه ده. ان شاء الله باذن الله نتابع مع بعض على التليجرام باذن الله جلسات المذاكره والجمل التحفيزيه والاذكار والقران وبعض المقتطفات الدينيه ان شاء الله باذن الله في على طول شهر رمضان في جروب التليجرام باذن الله. هتلاقي الرابط في اول تعليق مثبت، وما تنساش ان احنا مكملين في لم المتراكم وهنكرره باذن الله بعد نهايه الفتره دي، ولكن بصوره جديده باذن الله. ما تنساش بقى لايك جميل وسبسكرايب، ويا ريت تشير الفيديو لزميلك، وكمان ما تنساش اخواتنا من الدعاء، ونلتقي باذن الله في فيديو نصايح جديد.